تيك توك الابليكاسيون اللي غزت العالم في وقت قياسي. ناس تشطح تغني تبكي وتطلب في الهدايا، اما ورا الضحك وجوالات ثم برشا فساد. شنية الحقيقة اللي مخبية ورا اللايفات؟ شكون يمول وشكون يغسل في فلوسه قدام الملايين؟ اليوم باش نحكيو على واحدة من اخطر الظواهر الرقمية، تبييض الاموال في التيك توك. قبل ما ندخل في التفاصيل اجا نفهم وش معناها غسيل اموال اصلا ومنين جات التسميه هذه. في السنوات بين 1920 و 1933 الحكومه الامريكيه قررت منع بيع وشرب الكحول، والهدف كان تقليص الجريمه وحمايه المجتمع، لكن النتيجه كانت العكس. فبمجرد ما تمنعت الكحول دخلت العصابات على الخط، واشهرهم كان الكابوني، رجل مافيا كبير في شيكاغو. كانت عنده شبكة كاملة لتهريب الكحول وتوزيعها سرا، وكان يبيع بالملايين. أما المشكلة وين؟ الفلوس اللي دخل فيها من الممنوعات لا ينجم يحطهم في البنك لا يصرح عليهم. أما الكابوني لقى طريقة ذكية، شرى محلات لغسل الملابس، وقال إنه الفلوس اللي دخل فيها جاي من المحلات نتاعو، وهكا يغطي على الفلوس الغير شرعية وتولي تظهر كما الفلوس النظيفة والقانونية. من الآخر غسيل الأموال يعني تنظيف الفلوس القذرة وتلبسها لباس قانوني. ثم برشا طرق يلجؤوا لها المافيا باش يقوموا بالعملية هذه، لكن معظمهم متكونين من 3 مراحل: الإيداع، التمويه، الدمج. في المرحلة هذه حاول الشخص يدخل الفلوس المشبوهة في النظام المالي. اكزامبل، واحد عنده مليار يقسمه على برشا حسابات في البنك وفي فروع مختلفة باش المبلغ يظهر صغير، نقولوا في كل كونت 5 ملايين. وعلى فكرة هذه أصعب مرحلة، خاطر غلطة صغيرة ينجموا يفيقوا بيها. المرحلة الثانية، ينفذ الشخص المشبوه عدد كبير متاع تحويلات بنكية من حساب إلى حساب ومن دولة لدولة، وبالأخص دول كيما سويسرا وبنما، خاطر تحافظ على سرية المعاملات. ومن بعد برشا تحويلات يولي صعيب تعقب الفلوس ومعرفة مصدرها. من بعد تجي آخر مرحلة اللي هي الدمج. تو الشخص ينجم يستغل فلوسه المغسولة بطريقة قانونية، وتبدا المشاريع كيما الريستورونات والتلكراهو والشركات الوهمية إلخ إلخ إلخ. كان فرج في أوزارك ولا بريكنج باد نتصور راك فهمتني على الآخر. وهذه أمثلة حقيقية ومعروفة عالميا عن غسيل الأموال. فضيحة وثائق بنما 2016، تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة من شركة محاماة في بنما. قضية 1MDB، مسؤولين كبار في الحكومة الماليزية من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سرقوا حوالي 4.5 مليار دولار من صندوق سيادي اسمه 1MDB. الفلوس تم تحويلها عبر بنوك عالمية، وتم شراء بهم فنادق، طيارات خاصة ولوحات فنية، وحتى تمويل أفلام مثل The Wolf of Wall Street. باهي، شنو علاقة التيك توك والداعمين بالحكاية هذه الكل؟ العباد اللي تبيض في الفلوس جاتهم فكرة، وهي علاش ما نستعملوش التيك توك في بلاصة الطرق التقليدية ولا معقدة. وهذا مثال باش تفهم بيه الحكاية كيفاش تصير. عندنا وائل عنده 300 مليون مصدرهم غير شرعي، يبعث الفلوس للوكالة مختصة في تبييض الأموال في التيك توك. وحط في بالك اللي الوكالة هذه عبارة على شركة وفيها ناس تخدم، وهم اللي عندهم الحسابات الوهمية. وكان لاحظت معظم الحسابات اللي تبعث في برشا فلوس ديما اسمهم غريب ومن غير تصويره وبريفي، واكيد ماهيش صدفة. وتو يجي دور التيك توكر، الوكالة تختار منهم حسب مواصفات معينة، اكيد مش اختيار عشوائي، وتتواصل معهم ويدفعهم على عدد سوايع متاع اللايف وقداش من نهار وحاجات اخرين، والمقابل مبلغ كل شهر للتيك توكر. لازمك تعرف اللي التيك توك يسمح بربط حسابك بمحفظة مالية او حساب بنكي تابع شخص اخر. ونتصور الحكاية بدت توضح. اذا الوكالة تاخذ 300 مليون من عند وائل عن طريق برشا حسابات بنكية مثلا والا طرق اخرين، بعد هل تيك توكر لايف يدخلوا الموظفين من الوكالة، وتبدا تشوف كان في السيد ورا اخوه بدون مبالغة في جولة واحدة قادر يتصرف اكثر من 40 مليون. كان هو السيد واحد يتكلف قرابة 1,200,000، وعلى فكرة ماهوش اغلى حاجة. ثم تيك توك يونيفيرس ب1,700,000 تقريبا. بعد التيك توك ياخذ نسبة من المرابيح بين 50 و 70%، والوكالة توصلها فلوس نظيفة جاية على اساس مدعم، تعطي منهم نسبة للتيك توكر وتاخذ هي نسبة، والباقي يمشوا لوائل. يعني بحسبة بسيطة وائل كان عنده 300 مليون مسخين ولو 100 مليون نضاف. والتيك توكر في الحكاية هذه الكل عبارة على واجهة ولا فيترينا العملية قذرة نتاع غسيل اموال مصدرها مربوط بالفساد. باهي، ثم شكون ينجم يسأل ويقول لي وائل هاو خاسر في الحكاية، خل ب 300 مليون خرج كان ب 100. صحيح خاسر مبلغ كبير، اما ربح مبلغ محترم، واهم حاجة نظيف في عين القانون، معناه ينجم يتصرف فيه كيف ما يحب. سؤال اخر، زعما الداعمين الكل في التيك توك يبيضوا في الفلوس للدرجه ما ثم حتى واحد يدعم بمحبه؟ اكيد لا، ثم داعمين بالحق. وانا حسب برايي الداعمين 3 انواع. الداعم الاول، وهذا الوحيد اللي تجي عليه كلمه داعم، خاطر يسيبورتي صانع المحتوى اللي عجبته خدمته ويحب يحسن ويعمل محتوى مخير. والنوع هذا موجود في منصات البث الكل كيما تويتش، الكيك، يوتيوب، وحتى التيك توك، وحتى المبالغ اللي قاعده تدفع معقوله على الاخر. النوع الثاني، وسامحوني في الكلمة، اللحاس. الهدف متاعه من الدعم طفلة تعطيه شوي اهتمام ولا حاجات أخرى لا علينا فيها. وحتى النوع هذا موجود في المنصات الكل، أما قادر يتهور يبعث شهريته بالجيس يسمع اسمه في لايف،
الداعم الثالث، وهذا اللي مش موجود كان في التيك توك فقط. وبطل حلقتنا كيف ما حكينا العامل المشترك بيناتهم لا اسم حقيقي لا تصويره. وبصراحه ما نجمش نقتنع بفكره اللي هما امراء ولا شيوخ ولا حتى رجال اعمال. ما فهمتش الامراء ما يدعموا كل العباد اللي تهرج في التيك توك، ما ينجموش يدعموا في الكيك ولا في تويتش. ولا يحب يعمل الخير ويتصدق على الفقراء نتصور الفلوس كان يعطيها من الجمعيه خيريه احسن، وزيد الجمعيه ما تقصش من الفلوس 70%. باهي، شنو الادله على غسيل الاموال في التيك توك؟ في 2022 اعلنت هيئه مكافحه الجرائم الماليه التركيه ان حوالي 82 مليون دولار تم تحويلها كتبرعات على التيك توك منذ بدايه 2021، وتم ربط بعضها بشبكات غسيل اموال وحتى تمويل الارهاب. في 2021 اطلق تيك توك تحقيق داخلي تحت اسم بروجيكت جوبيتر لكشف استخدام ميزه اللايف في عمليات غسيل الاموال عبر الهدايا الافتراضيه. تم التاكيد على وجود انماط جنائيه كبيره لغسيل الاموال عبر البثوث المباشره. تم شكون زاد عرض عليهم تبييض الاموال اما رفض. طلع لايف بشكل بريء على تيك توك، وبعد اول كام لايف على تيك توك ابتدى يجي لي رسائل غريبه على الرسائل برضه في تيك توك. سماسره تابعه لشركات خاصه بس بالدعم واللايف في تيك توك، فالفضول خدني ان انا اسال ايه هي العروض دي، ماذا بعد؟ لحد ما اكتشفت اهوال هذه المهنه. 3 سماسره بيعرضوا نفس الكلام، انت هتطلع كل شهر هتاخد مرتب زائد نسبه من الارباح اللي هتجيلك من الدعم، واحنا هنوفر لك دعم شهري وداعمين هتخش تدعمك في كل جوله، لكن بشرط هنمضي عقد ان احنا اللي نستلم الفلوس من تيك توك ونسلمك نسبتك. غسيل الاموال في تيك توك بيحصل ازاي؟ بيحصل كالاتي، عشان الكلام ده حصل معايا بالملي، والناس اللي بيغسلوا اموالهم جم وكلموني وعرضوا عليا العرض زي ما عرضوا على غيري وغيري وافق. ركزوا معايا، ركز انت كمان. في كذا حد وكتير، مش كذا، في كتير جدا اكونتات فيك او مش فيك I don't know، بس بيسموا نفسهم انا وكاله فلاني، انا وكاله النمر، انا وكاله الاسد، انا وكاله التايجر. يجي يكلمك يبعت لك رساله، المشهور يبعت لمشهور رساله يقول له يا وئام ايه رايك تنضم لينا عشان تعمل لايفات تيك توك ويجي لك راتب. بالنسبه لتونس ثم برشا كلمات، وكما يقول المثل ثمش دخان من غير نار. في حلقه وحش برو ماكس نورس واللي هي واحده اصلا من اللي عليهم شكوك تاكد معلومه مهمه برشا. في حلقة سامي الفهري ضحى العريبي يتصرح في ساعة واحدة نجمة تدخل 20 مليون في لايف. ومن وقتها بدات الشكوك والأسئلة تطرح. أما لحد تسجيل الفيديو هذا ما ثمش في تونس شكون تم إلقاء القبض عليه بتهمة غسيل الأموال في التيك توك. حتى ضحى العريبي كي منعوها من السفر نهار 6 جان في 2025 هبطت فيديو توضح فيه الحكاية. عملت كارت فيزا. ممنوع في تونس انك تعمل كارت فيزا الا ما تكون مقيم لبرا، هذيك هو الموضوع، الا ما تكون مقيم سنتين لبرا. خذوا مني الكارت وقاعده واعطوني خطيه وقاعده لازمني نخلصها فوالا ونتناقش معاه. هذا هو الموضوع. قبل ما ننهي الفيديو نحب نقول حاجه، تاريخ الأحرام قصير، واللي عمل حاجة وقبل بفلوس مشبوهة جاية من تحيل ولا سلاح ولا مخدرات أكيد باش يجي نهار ويتفضح. اللي عنده إضافة ولا رأي مخالف يخلي كومنتير ونناقشوا بعضنا بكل احترام، وإن شاء الله فتكم حتى بمعلومة صغيرة. تنسيش باش تعمل جيم واشتراك باش يوصلوك الفيديوهات الجدد. سلام.